هكذا تحول هذا المكان من مكب للنفايات إلى مجمع تجاري في محافظة كربلاء المقدسة. وبحسب القائمين عليه فإن هذا المشروع سيسهم في الحفاظ على جمالية المدينة والحد من انتشار المحال والأكشاك العشوائية المنتشرة على الأرصفة. هذا المجمع غير مظهر المدينة، حتى أنه كان العمل بهاي المنطقة كانت منطقة كلها المساحة كانت منطقة أوساخ وأنقاض، وتم تحويلها إلى مجمع لا مثيل له في كربلاء وفي الفرات الأوسط. كان الأسعار مناسبة لأصحاب المحلات، تبتدئ من أصحاب البسطيات المخضر 100,000 دينار، وأصحاب المحلات البقالية 250، والبسطيات اللي على الشارع العام بأسعار بسيطة كلش تصل إلى 50,000 دينار شهرية، والمحلات اللي على الشارع الرئيسي العام 350,000 دينار. أولا احنا كنا بسوق عشوائي واليوم بسوق حضاري، وتشوفون النظام ماله. والسوق العشوائي بأضرار على الناس، بأشياء هواية مو زينة، بس بذاك السوق. واليوم أنا جيت إلى شيء حضاري نظامي نظافة من كامل المواصفات. السعر كنت أنا مأجر ب750,000 والجباية عليه، واليوم مأجر المحل ب250,000. الجهات المعنية في المحافظة أطلقت حملة واسعة لإزالة جميع الأسواق العشوائية وإقامة دعاوى قضائية بحق المتجاوزين على الممتلكات العامة والخاصة. في سوق حي العامل الأخير هو محدد عليه إزالة باعتبار الأرض عائدة للدولة بلدية كربلاء وبالتصميم حديقة. هناك قرارات مجلس قيادة مجلس الوزراء الموقر، وكذلك كان قرار سابق المجلس محافظة كربلاء، وكذلك توجيه السيد محافظة كربلاء على الالتزام بالمخطط القطاعي. ولدينا اليوم على وفق الاجتماع يوم غد تمخض على العدد من الأمور، منها مطالبة السيد محافظ لمديرية التخطيط العمراني بطلب الشكوى على كل من يخالف التصميم القطاعي. تفعيل قطاع الاستثمار الخاص وإنشاء المشاريع الخدمية والتجارية العملاقة سيساهمان بإنعاش الاقتصاد والحفاظ على جمالية المدن، فضلا عن توفير آلاف فرص العمل كما يقول اقتصاديون. من كربلاء المقدسة، أنور العقيلي، السومرية.